هنعمل بقى صلصة الكوارع اللي كانت ريحتها جايبة لآخر الشارع. في طاسة على النار نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، هنزل عليها 3-4 مكعبات من التوم اللي كنا مفرزينه مع بعض. شايفين التوم ولا لونه اتغير ولا ريحته ولا اصفر ولا اي حاجة، زي الفل معانا. اول ما التوم يبدأ ياخد اللون الذهبي القمر ده هننزل عليه 3-4 معالق كبار من الخل، هياخد غلوتين. بعد كده هننزل عليه بالطماطم اللي ضربينها في الكبة او في الخلاط. انا مسكت الطماطم دي غسلتها غسله كويسه جدا، وبعدين قشرتها من القشور بتاعتها وضربتها في الكبة. لو انت حابه تستغنى عن الخطوه دي وتضربيها في الكبة او في الخلاط من غير ما تقشريها، هتضطري بعد ما تضربيها تصفيها. نزلت عليها بنص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الملح، ونص معلقه من السكر. هديها تقليبه كده حلوه، وبعدين هسيبها بقى تتسبك كده على نار هاديه براحتها. طبعا يا بنات احنا مش عايزين الصلصه بتاعتنا تكون متسبكه 100%، انا عايزاها تكون خفيفه شويه. هنا بقى هنقلها على العين دي، اسيبها تتسبك براحتها، وهوريكم بقى الرز